وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، بنشتريها من برا غالية جدا بأسعار خيالية، والطعم طبعا مش هيبقى زي ما انتي عاملاه في البيت. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية أهم حاجة. هنعمل الناجتس بتاع الشركات. مش عايزة أقول لكم يا جماعة، طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، والطعم طبعا جميل جدا، أحسن طبعا من تشتريها من برا مليون مرة. والحاجة لما تعمليها بإيدك كده في البيت طبعا بتفرق في كل حاجة، توفير وحاجة تعمليها لولادك بإيديكي. وصفة سهلة وبسيطة، وجنبها كده حبة كاتشب، تعمليها طبعا بجنبها مكرونة، تعمليها جنبها بعيش فينو. وصفة جميلة وسهلة. قبل ما نبدأ كده الوصفة، نصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. عندي هنا رغيفين فينو، عندك بايتين لسه صابحين، اي حاجة مش هتفرق. بتاخديهم وتقطعيهم كده، بعد كده بتاخديهم في الكبة ونفرمهم زي ما انتوا شايفين كده. بنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من المية او اقل من ربع كمان، حبة مية صغيرين خالص بسيبهم في قلبيها. عندي هنا صدر فرخة، الصدر ده حوالي نص كيلو بالظبط، نص كيلو بالظبط. الصدر الفرخة اللي انتوا شايفينه ده باخده كده وبقطعه قطع. طبعا انا غسلاه الاول بالملح وبالليمون، بسيبه شوية كده، بعد كده بشطفه كويس وبقطعه زي ما انتوا شايفين كده، اي قطعة انت تحبيها، لان كده كده هاخده واحطه برضو في قلب الكبة. اي قطع جربوها بنفس الطريقة دي ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. باخد كده عندي صدر الفرخة وبعمله في قلب الكبة، بنزل كده بيه بعد ما ضربته في الكبة. بنزل بعد كده عليه بالبهارات. عندي هنا مكعب ماجي، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، من كل حاجة حوالي معلقة صغيرة بس مش مليانة. الملح حبة صغيرين لأن أنا هنا حاطة مكعب ماجي، يعني بضيف الملح حبة صغيرين، وبضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يبقى نص معلقة. طبعا بنزل ببضاية نص معلقة صغيرة من الملح أو أقل من النص طبعا عشان فيه ماجي، ومن بقية الحاجات التانية البهارات معلقة صغيرة. نزلت كده بالبضاية بتاعتي ونص معلقة صغيرة بالبيكنج باودر. بنزل كده بالفينو المفروم، وباخد كده الخليط بتاعي. طبعا هنا فيه معلقتين دقيق المفروض ان انا ضيفاهم في قلب الوصفة دي، بس المقطع هنا ما تصورش. معلقتين كبار من الدقيق مهمين قوي، تحطيهم كده مع الخليط ده وبقلبهم كويس وبخلطهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. بجيب عندي صينية وبجيب كيس تلاجة وبفتحه كده زي ما انتوا شايفين، وبدهنه نقطة من الزيت. يعني الصينية بجيبها وبفرد عليها كيس وبدهنه نقطة من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، واروح جايبة الخليط بتاعي اللي انا عملته ونازلة بيه كده عليه. عايزة اقول لكم الكمية دي هتطلع لكم كمية حلوة. يعني عايزة طبعا تخزني، وجبات سهلة وبسيطة للمدارس تنفع برضو. انا هقول لكم دلوقتي هتخزنوها ازاي وتفضل عندكم اطول وقت ممكن. طبعا باخد القطعة كده وبفردها على الكيس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك اللي انتوا شايفينه ده، بجيب كيس تاني تمام وبضغط كده عليه كويس وبسويه، وبحاول كده اسويه كده الناجتس بتاعي كويس. طبعا بحطه في الفريزر لمدة ساعة بالظبط، هو بياخد نص تجميدة كده. بسويه كويس كده زي ما انتوا شايفين.
أهم حاجة الحركة دي عشان بتفرق برضو في السمك بتاع الناجتس. هنا بعد ساعة طلعته وبقطعه زي ما انتوا شايفين كده، بقطعه بيطلع معاكي مكعبات زي اللي بتشتريه من بره، بس طبعا ده طعمه تحفة وحاجة عاملاها بإيدك واقتصادية. انت لو حسبت التكلفة كلها مش هتكلف زي اللي بتشتريه من بره خالص، وهتحط عندك هتعمل عندك كمية كبيرة. بقطعه كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده. بصوا كده الشكل ده، يعني عندي متجمدة يعني نص تجميدة كده. بصوا القطعة عندي ماسكة نفسها ازاي. هجيب بقى الكفر اللي هقلي بيه. عندي هنا بولة بنزل فيها بمعلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، كوباية كبيرة مية بس فيها قطع من التلج زي ما انتوا شايفين كده، رشة ملح ورشة فلفل، وبقلب الخليط بقى بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. الخطوة دي مهمة قوي، المية تكون متلجة فيها مكعبات تلج كده عشان ده اللي هتمسك الكفر بتاعي. نزلت برشة الفلفل الأسمر ورشة الملح، رشة صغيرة يعني مش كتيرة، وبقلب كده الخليط بتاعي كويس. بعد كده أنا عندي للكفر عندي دقيق حوالي يعني كوبايتين ونص كده من الدقيق، بستخدمهم طبعا طول ما أنا شغالة. باخد الأول على الدقيق وبعد كده بنزل بالخلطة اللي أنا عملتها، وبعد كده بنزل على الخلطة المقرمشة بتاعة الفراخ المقرمشة، بنزل كده عليها زي ما انتوا شايفين. عايزة تكرريها تعمليها تاني عشان تعمل كفر أكبر تمام، بس أنا بصراحة ما كررتهاش تاني، أنا شفتها كده كويس. يعني هو الكفر بتاعها لقيته كويس والسمك بتاعها لقيته كويس بصراحة، فأنا ما كررتش تاني. انتوا حابين تعملوها تاني عشان تكبر الكفر تمام، انتوا هتلاقوا القطعة معاكم كبيرة وطعمها حلو. باجيب تاني قطعة من الناجتس، بنزل الأول في الدقيق وبعد كده في الخليط اللي احنا عملناه. هي كده كده لما بتنزل في الزيت هتلاقيها نفشت معاكي كده وحجمها كده كبر. البيكنج باودر برضو بينفش في الوصفة دي، بيخليها القطعة حلوة كده ماسكة نفسها. لا والطعم يا جماعة والله العظيم ان شاء الله يعجبكم، جربوها بنفس الخطوات كده وقولي رأيكم. وطبعا اوعوا تنسوا تصلوا على النبي كده في الكومنتات، دي اهم حاجة. جبت كمان قطعة اهي. طبعا الدقيق اللي بيخلص طبعا بتزودوا وبتكملوا لغاية ما تخلصوا الكمية كلها. انا تقريبا خدت حوالي يعني كوبايتين او كوبايتين ونص في الوصفة دي من الدقيق. نفس الكلام برضو الخلطة المقرمشة دي برضو خدت نفس برضو الكمية برضو تقريبا. بصوا كده زي ما انتوا شايفين، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، بصدر فرخة واحد هتعملي الكمية الكبيرة دي. بجيب هنا عندي حلة فيها حبة زيت وبنزل هنا بالناجتس بتاعي. طبعا بوطي عشان تستوي كويس.
بتاخد لون، طبعًا باقلّب فيها لغاية ما تاخد لون، ودي النتيجة في الآخر. الطعم يا جماعة تحفة. بُصّوا الكاتشب جنبها، طبعًا زي ما قُلت لكم عايزة تعملوا مكرونة جنبها، بعيش فينو، المهم تعملوا الوصفة دي بنفس الطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها، أكيد هتعجبكم بإذن الله. أتمنى بقى تدعموني لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.